اسماعيليه رايح جاي، يوم في اسماعيليه صد رد. اسماعيليه من المدن الجميله جدا الخفيفه اللي قريبه اللي تقدر تعمل فيها حاجات كتير، ولو انت ناوي تروح هناك قريب سيب الفيديو ده عشان هقول لك تعمل هناك. بدانا يومنا باننا رحنا متحف قناه السويس. بالمناسبه المتحف ده لسه ما تمش افتتاحه رسميا، علشان كده ما عرفتش اصوره من جوه. المتحف عجبني جدا وما ينفعش يتفوت، لانك هناك ممكن تسمع قصص اول مره تسمعها، زي مثلا حفر قناه السويس والصخره وتأميم قناه السويس وحفله افتتاح قناه السويس اللي كانت قلب العالم حرفيا. بيكون معاك مرشد بيحكي لك كل حاجه. الاسماعيليه اتسمت كده نسبه الى الخديوي اسماعيل اللي كان ليه دور مهم جدا في تطوير مصر. ولو انت مالكش في الفرهده يلا بينا ناخد فلوكه في بحيره التمساح. ومادام جينا اسماعيليه ما ينفعش نفوت اكله سمك محترمه. انا مش عارفه ايه السبب اللي بيخلي السمك في مدن القناه بيبقى احلى من اي حته تانية. وارشح لكم المطعم ده في مطعم ايطالي وفوق في مطعم سي فود ويبص على القناه، حلو جدا وديكوراته لطيفه زي ما انتم شايفين كده. جنب المطعم ده في هناك نادي بيبص على قناه السويس، بتقعد هناك قاعده حلوه كده رايقه مع كوبايه شاي. المحافظه دي مليانه حاجات تتعمل، لو انت رايح دلوقتي لازم تجيب معاك قفص مانجة اسماعيليه معروفه، ده حتى عاملين لها مهرجان. وده كان يومي في اسماعيليه، يلا فولو فور مور.